النادي الامريكي كولومبوس كلو، كل ما يجي وسام يتصل عليه ويقول له امتى السفر، يرد عليه النادي الامريكي ويقول له لسه الفيزا ما طلعتش. طيب هل هو ده السبب الصحيح اللي بيتقال لوسام، او الحقيقه الكدابه اللي بتتقال بتتصدى للاعلام المصري؟ كنت اتكلمت قبل كده في فيديو سابق ان في مشكله مقابله وسام ابو علي في قصه قيده مع النادي الامريكي، لان اللوائح الامريكيه هناك بتنص ان كل نادي ليه 3 لعيبه فقط استثناء فوق الراتب الرسمي يقيدوا. وسام ابو علي من ضمن الناس اللي راتبها يتجاوز الحد المسموح في لوائح اتحاد الكره الامريكيه، وعشان كده النادي الامريكي مش هيقدر يأيد وسام ابو علي الا في 3 حالات كنت ذكرتهم في فيديو سابق، هقولهم لكم بسرعه. لا اما واحد من ال3 لعيبه المقيدين اساسا في النادي الامريكي يتنازل وينزل راتبه عشان وسام يخش مكانه، او وسام ابو علي هو اللي يتنازل وينزل راتبه للحد المسموح للقيد، او نادي كولومبوس كلو يمشي لاعب من ال3 اساسا المقيدين دول.